لو قررت تاخد حقن الحرق اوزempic وساكسندا ومونجارو وكل الحاجات اللي زيها دي، في 4 حاجات لازم تعملهم وما تسالنيش ليه، واخر واحده دي هي اخطرهم. اول حاجه لازم قبل ما تاخدهم باسبوعين تعمل هاي بروتين دايت، بتاكل بروتين فيه بكميات عاليه جدا في فطار وغدا وعشاء، اكتر بكتير من اللي انت كنت بتاكله قبل كده. وتعمل معاها تمارين مقاومه، لازم الاسبوعين دول تكون بتعمل تمارين مقاومه عاليه جدا. ولازم تاخد مالتي فيتامين وفيتامين د، وفيتامين د تاخد معاه وسط دهني، طبق سلطه بمعلقه زيت زيتون. تاني نقطه، اليوم اللي هتبدا فيه الحقن دي لازم يبقى دايما انت بتاخد في نفس اليوم سكوب بروتين ايزوليت 25 جرام، وباقي زبادي يوناني من 15 ل 20 جرام بروتين. ولازم تاخد دهون صحيه من المكسرات. تالت نقطة، ما ينفعش تاخدهم باتصال طول الوقت من أول يوم هتبدأ فيها، لازم بعد أول أسبوعين تبدأ توقفها شوية، أسبوع على الأقل، وبالذات منجارو، وتبدأ تاخدها تاني عشان تقيم فيها منظومة حرقك، وتقيم فيها الجوع والشبع، وتقيم فيها المشاكل الصحية لو هتحصل. رابع نقطة، اوعى تاخدها لوحدك، واوعى تاخدها من مكان انت مش واثق فيه، واوعى تاخدها وهي مش باينه ان هي دي الحقنه الاصليه، وفي دكتور بيقول لك ايه ده ميكس مش عارفه ايه، وانا اللي عارف الميكس دوت وحطه ازاي واصل بالنسب. الكلام ده كلام فارغ، واوعى تعمل كده.